أسامة أبو علي يطلب الرحيل عن النادي الأهلي. بعد ما وصلت بعثة النادي الأهلي بأكملها إلى مصر بعد رحلتها في أمريكا وخروج النادي الأهلي من دور المجموعات من بطولة كأس العالم للأندية، بعد مباراة قوية جدا أمام بطل أوروبا بورتو البرتغالي. يعني شفنا أداء النادي الأهلي في آخر مبارياته بكأس العالم، يعني أداء ولا أروع. أهداف كتيرة جدا ضاعت. يعني كان ممكن الأهلي يكسب سكور مثلا 9-10، ولكن يعني الأهلي اتعادل أو بورتو تعادلت مع النادي الأهلي 4-4 في مباراة يعني مسك الختام للنادي الأهلي في بطولة كأس العالم للأندية. فبعثة النادي الأهلي وصلت مطار القاهرة، أنباء كتيرة انتشرت إن وسام أبو علي يطلب الرحيل عن النادي الأهلي. إيه المعلومة، إيه الكواليس؟ هقول لك كل التفاصيل في الفيديو ده. تعال أقول لك من البداية خالص. وسام أبو علي والنادي الأهلي بيتعاقد معاه، فقبل أي تعاقدات وقبل ما وسام أبو علي يوافق يجي النادي الأهلي كان طلب من مجلس إدارة النادي الأهلي إن هو وقت ما يحب يمشي من النادي الأهلي يقدر يمشي، ومجلس الإدارة يعني يسمح ليه إن هو يرجع تاني أوروبا أو يرجع تاني في أي مكان هو عايزه. فلما الأهلي جه يتعاقد معاه فهو كان واخد يعني كلمة أو وعد من مجلس الإدارة وقت ما يحب عايز يمشي أو ما يجيله عرض كويس فالنادي الأهلي يسمح ليه إن هو يترك الفريق. وسام أبو علي شفنا في آخر مباراة قدام بورتو البرتغالي تألق بشكل كبير جدا، أحرز 3 أهداف. وسام أبو علي جاله أكتر من عرض من الدوري الأمريكي وعرض من الدوري السعودي، عرض بأرقام كبيرة جدا يعني حوالي 7 مليون دولار للحصول على خدمات وسام أبو علي من النادي الأهلي. فوسام أبو علي يعني فوض وكيله، فوض النادي سواء العروض اللي جاله من الدوري الامريكي او من الدوري السعودي ان هم يتواصلوا مع النادي الاهلي علشان يشوفوا طلبات النادي الاهلي ايه ويسمحوا ليه ان هو يغادر النادي الاهلي سواء للدوري السعودي او الدوري الامريكي. تعال انا اقول لك بقى كواليس اللي جوه النادي الاهلي. موقف ريبيرو المدير الفني الجديد للنادي الاهلي من رحيل وسام ابو علي. يعني ريبيرو قال انا محتاج وسام ابو علي، مش عايزه يمشي، ولو مشي انا محتاج مهاجم يكون بنفس امكانيات وسام ابو علي. مجلس الاداره قال له عندك جراديشار وعندك كذا لاعب محلي ممكن نتعاقد معاه زي اسامه فيصل اللي موجود فعلا النادي الاهلي بيتفاوض معاه بقوه جدا. عندك محمد شريف. رد الراجل اللي هو المدير الفني ريبيرو قال انا عايز مهاجم بنفس امكانيات وسام ابو علي، عايز مهاجم بوكس، عايز مهاجم يعرف يحرز اهداف، يعرف يصنع للفارق. سواء جبت اسامه فيصل او جبت محمد شريف او اي مهاجم محلي، انا بالنسبه لي محتاج مهاجم تاني زي وسام ابو علي يكون مهاجم قناص. مسؤول النادي الاهلي ردوا على ريبيرو قالوا له لو وسام ابو علي مشي من النادي الاهلي احنا هنجيب وهندور على مهاجم افريقي يكون سنه صغير يكون نفس امكانيات وسام ابو علي يقدر يفيد النادي الاهلي ويكون سعر الشراء بتاعه قليل. يعني ممكن يجيبوا مهاجم حوالي 1 مليون دولار، 1.5 مليون دولار. وسام ابو علي هيتباع برقم يعني حوالي 7 مليون دولار، فرقم كبير جدا. فممكن يجيبوا مهاجم واتنين افارقه يكونوا يعني مهاجمين بوكس، مهاجمين اقوياء يقدروا يفيدوا النادي الاهلي في المرحله المقبله. يعني النادي الاهلي برضو حاول يتواصل مع مصطفى محمد قبل كاس العالم، ولكن جميع المفاوضات فشلت بين النادي الاهلي ومصطفى محمد. حد يجي يقول لي النادي الاهلي ما فوضش مصطفى محمد؟ لا، النادي الاهلي فوض مصطفى محمد، ولكن جميع المفاوضات فشلت والطرفين سواء النادي الاهلي او مصطفى محمد الاثنين يعني ما اتفقوش على البنود العقد وكل التفاصيل. فصفقة مصطفى محمد فشلت، ولكن النادي الاهلي كان بيفاوض مصطفى محمد. هنشوف الايام الجاية موقف وسام ابو علي هيكون ايه. في عروض في عروض جات لوسام ابو علي، عرض امريكي وعروض سعودية، مش عرض واحد. النادي الاهلي حاطط مبلغ حوالي 7 مليون دولار لرحيل وسام ابو علي. وزي ما ارجع اقول لكم تاني وافكركم، وسام ابو علي النادي الاهلي مش هيقف في طريقه عشان هم وعدوه قبل ما يجي. لو جاله اي عروض اوروبيه او اي عرض خارجي وسام ابو علي عايز يرحل، النادي الاهلي مش هيقف في طريقه. وده كلمه النادي الاهلي ووعود النادي الاهلي. كلمه النادي الاهلي واحده
وممكن يعني الأيام المقبلة تكشف لنا مفاجآت كتيرة. تابعونا.